دايما هنغني ونبشر بالخير ونمني، هنغني دايما هنغني ونبشر بالخير ونمني، ونلف الدنيا تدورنا صوت النغمة مهدرة، ونلف الدنيا تدورنا صوت النغمة مهدرة. هو احنا كده واحنا كده وهنبقى كده وهنبقى كده ماشيين ماشيين عارفين عارفين مع مين مع مين على مين على مين دايما واضحين مش بينا وده. هنغني دايما هنغني ونبشر بالخير ونمني. اخدت الاكل اللي جاي من الزياره وقعدنا انا والشيخ امام كنا واحمد سليم، وبعدين واحنا بنتمشى كده قلت له بقول لك ايه يا شيخ امام؟ قال لي، قلت له تراهن ان عبد الناصر مش هيكمل السنه دي. فراح واقف كده وقال لي عبد الناصر هيقعد لسنه 83. مش فاهم ليه كان سبق 70. قلت له تراهني؟ قال لي راهنك، اتراهن على حاجه مش موجوده في السجن. قال لي طب قدر انك انت كسبتنا اجيبها لك منين؟ قلت له احنا هنخرج. وكنت انا قاعد اقرا في القبله بتاع دوستويفسكي كانت خيلاني. وبعدين نمت الصبح، صحيت لقيت الشمس من شعاع الزنزانه نازله عن سماعه الراديو. في سماعه راديو حاطينها جايبه من المكاتب قدام زنزانتي عشان انا في زنزانه واحد. لقيت الشمس راحت ميعاد نشرة الأخبار، ولقيت قرآن بيقرأ، وكان اللي بيقرأ عم الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، والراجل ده أنا بحبه قوي. وبعدين ما فتحوش عليا، أنا زنزانة واحد، اتأخروا. وبعدين لسه هقول يا عم صلاح، لقيت الباب بيتفتح ودخل عليا محمد قطب أحمد سليم. قلت له عبد الناصر مات؟ قال لي بس مش عايزين نعمل اي حاجه لان هم دلوقتي فاقدين اعصابهم ممكن يموتونا. قلت له مات ازاي يعني؟ موتة ربنا؟ قال لي مات موتة ربنا. قلت له طب وده يفرحني يعني؟ شويه جه محمد قطب قال لي عايزين هدوء عشان ما ندهمش فرصه يبطشوا بينا، لان هم لهم سوابق في الحكايه دي. ومات الرئيس عبد الناصر الله يرحمه. وبعدين اللي عملوه بقى في الإذاعة وفي التلفزيون خلوا المصريين كلهم يمشوا يعيطوا في الشوارع والبيوت، مش فاهم ازاي. بعديها بشهر تقريبا حاجة مات هو شي منا، قائد الشعب الفيتنامي اللي كان بيقوده في الملحمة العظيمة الخالدة دي اللي حطمت كبرياء الآلة العسكرية الأمريكية الرهيبة. وبعدين هم احتفلوا بموته ازاي يعني؟ قبل موته ازاي؟ هيئة جبهة التحرير الفيتنامية قررت مضاعفة عملياتها العسكرية لمدة شهر. لو بيعملوا 5 عمليات يبقوا 10 احتفالا بوش منا. فأنا كتبت قصيدة اللي هي يا دي العجب يا رجب يا مرتب الحكايات. القصيدة اسمها هوشي منا. يا دي العجب يا رجب يا مرتب الحكايات، اسمع وشوف واندهش واكتبها في الكتبات، عسى الكلام ينقري لو قلبوا الصفحات، خلي الشعوب والدول تتعلم البطولات. الحزن طول عمرنا له من حياتنا حياة، نقضيها في النهنهة ونضيع الأوقات، نبكي على اللي مضى ونعيش مع اللي فات. شوف العجب يا رجب واعجب من الروايات، شعب الملاحم بكى نزلت دموع ودنات، عالظالم المفتري حلفت عليه ما يبات. أول ما طار الخبر بين الجنود إشاعات، دمع البارود انهمر دفعات ورا دفعات، واحدة تصيب العدا تردي العدا عشرات، والتانية من عزمها زعق الفضا زعقات،
والتالتة تحمي السماء من فانتم الخواجات، والرابعة من بعدها والمية والألوفات مطر بارود وانبدر في الأرض والسماوات يغسل طريق البشر ويموت الحشرات. ولما ذاع الخبر وتأكد الإثبات صاح السلاح في الحرس، قال هوشي منا مات، الزاهد اللي حكم ضد الهوى والذات، والحاكم اللي زهد في الملك واللذات، مات الصديق الوفي للخضرة في الغابات، مات بس فات للأمل فوق الطريق علامات، لو صار عليها العمل طول الطريق بثبات، تهدي الغريب سكته وتقرب المسافات. الله يرحمك يا عم موشي. يا ساكن أرض الأحلام احكيلي عليها وقولي، أرض الأحلام أسكن وياك الله يخليك وصلني، المول هناك السينما هناك وكل الخدمات فورية، فنادق إيه ونادي إيه كل اللي هحتاجه حواليا، الخضرة جنان المية كمان والدنيا حلوت في عينيا، مفيش اتنين في دريملاند اللي عايشين عيشة هنية، يا ساكن أرض الأحلام احكيلي عليها وقولي. انضم ل1000 أسرة بيتمتعوا بحياتهم، متعة الحياة في دريملاند. اتصل الآن من مصر من أي محمول على 2321 أو من أي خط أرضي على 0900 91 31. السعودية 756 55 1. واحتفظ بأجمل النغمات الصوتية على تليفونك. أسماء الله الحسنى. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس. أدعية دينية. يا رب اجعلني صديق في كل شيء، اهديني يا صور قرآنية. اتصل الآن وادخل الكود. يا رب. فيها مفاجآت، هي دي الكوره. ما عندناش اللعيبه قصرت، احنا هنقول للعيبه سيبوا الماتش. انا بعتبر الانتخابات دي مباراه الى لغز نادي اسد. فعلا اللي انا فيه اراده الجمعيه العموميه ان احنا نفضل ننافس في النهايه. قضيتنا هي بشكر الجمهور وبشكر اللعيبه. بيمر فعلا بضائقه. الطالب المصري انا بطالب الرياضيين. محدش يزعل مني. اكثر سخون. الكرة مع دريم كل جمعة يذاع في الأوقات التالية فقط على دريم 2. في ما يمكن تسميته بأدب السجون. الفلاح المصري سواء كان في الغيط أو في البيت أو في السجن بيبدع. أدب السجون ده بيعتمد على الموال، وأشهر شكل من أشكال الأدب العنبرة. العنبرة دي لها ناس يعرفوا يقولوها ويركبوها على بعض، يعني يقول عنبر كله يسمع، الزنجير كلها تسمع. 1 يا ورد، 2 يا فل، 3 يا ياسمين، 4 يا أجدع ناس معلمين. المعلمين دول النشالين الكبار، الحرامية الكبار يعني. 5 يا كركية. الكركي ده
هي اصلها كاكي. التذكره الكاكي دي بتبقى للمسجون اللي اتحبس لاول مره، بيقولوا عليه كركي. 5 يا كركيه، 6 يا زهره الشباب والحركه الوطنيه، دول المساجين السياسيين. 7 يا باشا، باشا يعني جنايات، القاضي بتاع جنايات اسمه الباشا. 8 يا اجدع ناس حشاشه. 9 يا سجن النساء ومخالف الشريعه الاسلاميه. عرفكم يا اخواني بان اخوكم علي شرف نازل بكره جلسه، ربنا ياخد بيدنا ويدكم يا حبايب. ايه روحوا عاملين الحدوته دي. او اخوكم احمد فؤاد نجم طالع من 3 سنين جدعانه في جدعانه، او بقى عندنا وعندكم يا حبايب. ويتقال وفي الحواديت في السجون، في حكائين حاجه كده بحجم نجيب محفوظ، ويقعد يحكي. كان عم برهومه ده في اوضه 9 في سجن ارميدان بتاع اللي هو اللي هدوه ده، كان يسهرنا. عم برهومه ده كان قد كده، عم برهومه ده وحواليه بقى 25 26 مسجون. يقعد يحكي عم برهومه ده ساحر. قلت لكم العنبره، العنبره دي بتاعت محمد مرسي. في عنبره ثانيه بتاعت خليل الذئب، يعني كل واحد بيقول عنبره شكل، مبدعين فيها. هنا كان عاطف الشاطر، اسمه اسلام الشاطر، اسمه عاطف الشاطر بتاع اسكندريه، وسعد هجرس، وكان الطلبه هنا. وكان الاستاذ ابراهيم عمار يا مصر. انا فاكر كنت في الزنزانه دي وهو منزلينه، وقال انا عارف انتوا جايبين هنا ليه؟ فالمخبر قال له يا جدع احنا كلمناك، احنا جبناك، انت خبطت على الباب فتحنا لك الزنزانه اهي، وهنجيب لك الاكل الصبح وتحت امرك. انا رحت القلعه وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين. انا رحت القلعه وشفت ياسين حواليه القلعه. أنا رحت القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين، والشوم والبوم وكلاب الروم. يا خسارة يا أزهار البساتين، عيطي يا بهية على الأوانين. أنا شفت شباب الجامعة الزين، أحمد عبد الله، أحمد وبهاء والكردي وزين، حرمنهم حتى الشوف بالعين، وفي عز الظهر مغميين. عيطي يا بهية على الأوانين. وقابلت سهام في كلام إنسان. سهام دي ظهرت الحركة الطلابية المجيدة لشباب مصر، طلبة مصر المحروسة. سهام صبري مهندسة. وقابلت سهام في كلام إنسان منقوش ومؤثر في الجدران، عن مصر وعن عمال حلوان، مظاليم العهد المعتقلين. عيطي يا بهية على الأوانين. والكردي وزين حرمنهم حتى الشوف بالعين، وفي عز الظهر مغميين. عيطي يا بهية على الأوانين. أنا رحت القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين. أنا رحت القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين.